لو كنتي بنت محمد أمير بيك شو كنتي بتعملي؟ الدم بحن يا بنت، الدم بحن. هوليا شو عم تعملي؟ ولا تجبروني اني اختار بينكم وبين نفسي. يعني أنا السبب زعلكم وتعبكم. الحقيقة إذا بتكون مدفونة تحت التراب رح تنعرف مع الأيام وتبين. لأنه والله لعب الحظ معك يا بنت. لا تدعسي. هاد الزلمة الكبير بالعمر اللي إجا بس. مع مين كنت واقفة وعم تحكي؟ سامحيني يا بنتي، أنا غلطت غلط كبير بحقك. إلياس، لهيك أنا أكيد بدي أعمل تحليل الدي إن إيه. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كتبدا الحلقه بإلياس وهو كيخمم في هاد المصيبه اللي طاح فيها. بهار غادي تكون غاديه لخدمتها وهي تشوفو في هاد الحاله، وغادي تقول ليه بابا بلا ما تبقى مقلق راسك، وغادي تسولو وشنو غادي يطرى دابا، وغادي يقول ليها انا ما عرفتش، ولكن ماماك عارفه كاع داكشي اللي ممكن يطرى. وكتقاطعهم نورهان وكيمشي إلياس، وكتخرج ميسون من بيتها وكتسول بهار وكتقول ليها انتي الا كنتي في بلاصه بنت محمود امير شنو كنتي غادي ديري؟ واش غادي تخلي على عائلتك؟ وهنا كتغوت عليها نورهان، اشنو هادشي اللي كديري؟ اش هاد الاسئله؟ خلي اختك تمشي لخدمتها. وكطلب من بهار باش تمشي. ملي كتمشي بهار كتقول نورهان لميسون واش بغيتي تخرجي علينا؟ وكندوزو عند محمود امير اللي كيقول لانيس بلي انا مني يلاه كي بديت الخدمه في الشركه عرفت بلي نتا غادي تكون صديقي، وقال ليه بلي كاع هاد الوقت كنحس بك خويا وصاحبي ومستشاري، وقال ليه كيفاش غادي نقدر نكسب الحب ديال بنتي ليا. ورد عليه انيس بلي خاص ضروري شويه د الوقت لهاد الشي. انا غادي نحاول نهضر مع اختها بهار، هي اللي غادي تقدر تقنعها. وكنشوفوا دنيا كتكون كتصنت عليهم من ورا الباب وهي تحصل همها وكتقول ليها هذه هي تربيتي ليك. وكيخرج محمود امير وكيمشي انيس، وكتعاود بهار لتوريا كلشي اللي كيخص ميسون، وكترد عليها توريا نتوما اصلا ما كتشوفوا لبعضياتكم في حتى شي حاجه. وهنا غادي يجي ايمن وبغى باش يهضر معاها، وهو يقول لها البارح وقفت واحد الطوموبيل فاخره قدام داركم، شنو اللي طاري ياك لاباس؟ وهي تقول لي بهار انا ما نقدر نقول لك والو، الامر كيخص ميسون. وغادي تقلق وغيمشي ويخليها. ملي غادي ترجع لعند توريا غادي تقول لها هاد الولد ما يصلحش ليك. نورهان كتقول الياس ميسون غادي تولي لاباس عليها، واش تقدر انها تنسانا؟ ورد عليها الياس بالتربيه ديال يديك بنتك ولات ما مزياناش، وقال لها بلي وقفت عليه مو في المنام، وقالت ليه ولدي الياس قول الحقيقه. وهي ترد عليه يعني امك ملي كانت عايشه كانت خانقانه وباغيه تزيد حتى من بعد موتها. ميسون غادي تلاقى بايمن وهو يسولها على الطوموبيل اللي وقفت قدام دارهم، وغادي تعاود ليه كلشي، وخاصه بلي الاب ديالها طلع لاباس عليه. وقالت ليه بلي هي من بعد دابا ولات غنيه بزاف. وهنا محمود امير كيعاتب دنيا حيتاش كانت كتجسس عليهم، وقال ليها انت حشمتينا مع السيد. وردت عليه دنيا بلي هو ما كيعاود لعائلته والو، ولكن كيعاود كلشي لانيس. ولكن هو رد عليها بلي انيس هو الوحيد اللي عاوني باش نلقى بنتي. وقالت ليه مو علاش انيس مهتم بالموضوع، واش عنده شي مقابل ولا مصلحه؟ وقال لهم محمود بالنسبه ليكم كلشي كيكون غير بالمقابل والفلوس. بنتي كون كانت كيهمها الفلوس كون جات معايا للقصر، نتوما اصلا ما دعمتوني بحتى شي حاجه. يا ريت ما تدخلوش، ما تجبرونيش نختار بيناتكم وبينات بنتي ميسون. الياس غيكون جالس فوق البلاصه اللي دفنوا فيها يوسف، وغتجي عنده نورهان وغتقول ليه واش ديما نتاعنا، وغيرد عليها واش معقل ما نحطوش شاهد القبر يوسف دفناه مسكين كي بحال دافنين قطه. وغترد عليه نورهان ونحط عليه الاسم والتاريخ ديال وفاته باش في العشيه يجيو البوليس يديونا. هنا كيجي انيس وغتسولو نورهان واش صيفطو محمود امير، وغيرد عليها لا انا جيت باش نهضر مع بهار في موضوع. غتقول لي نورهان بلي بهار في الخدمه. انيس بقى كيشوف الياس اللي ما عجبوش حالو، وهو يقول لي واش انت بخير؟ وردت عليه نورهان هادشي ماشي سهل علينا اننا نسمحو في بنتنا. وغيقول انس انا عاونت محمود امير باش لقى بنته، يعني انا السبب في المعاناه ديالكم، ولكن كما كتعرفوا الحقيقه ديما كتبان. الياس غيقولوا بصح عندك الصح، الحقيقه تبان ولو تكون مدفونه تحت التراب. ونقصت نورهان وقالت بصح، وقلبت الموضوع وقالت لانيس شنو كنتي باغي تقول لبهار. وهنا انيس مشى والياس قال نورهان يا ريت كون كان عندي جرأة وكنت راجل وقدرت نعاود الحقيقه كامله. نورهان ردت عليه وقالت دابا عاد بغيتي تولي راجل، علاش ما كنتيش من شحال هادي راجل وقدرتي تخلص الكريديات اللي كيتسالوك؟ انيس مشى عند بهار الخدمه وقال لها واش عندك شي وقيته بغيتك تمشي معايا نشربوا شي قهوه ونهضروا في موضوع ميسون. وقالت لي بهار واخا بلاتي، غير تجي اختي سوريا ونمشيو.
وقال لها انيس انا غادي نبقى نساينك هنا. ميسون غادي تمشي لعند صاحبتها وغتعاود ليها كلشي. سكينة حتى هي غادي تعرف كلشي، وخاصة ان ميسون ماشي بنت الياس ونورهان، ولكن هي طلعت بنت واحد السيد لاباس عليه. وسولاتها ساكنة على داك الراجل الكبير اللي جا لعندهم، وردت ميسون هذاك الراجل كيجي عند بهار المطعم كيبقى فيها وكتعطيه ياكل. ولكن سكينة تفكرت باللي نورهان قالت ليه باللي هو من معارف ديال الياس، وحسات باللي غير كيكذبوا مخبين شي حاجه. وهنا بهار غتمشي مع انيس القهوه، وهو يقول لها واش انتي من شحال هادي وانتي خدامه؟ وردت عليه انا ضروري خاصني نخدم باش نقدر نعاون الاب والام ديالي. وقال لها ميسون علاش ما كتخدمش؟ وهي تقول لي ما كتبغيش تخدم، كتبغي تبقى غير مرتاحه. وقال لها انيس شنو كنتي غادي ديري الا كنتي في بلاصتها بنت محمود امير؟ غير تخيلي. وردت بهار انا عمري كنت غنهتم بالفلوس. وقال لها ميسون غادي يولي عندها بزاف ديال الفلوس وغادي تقدر انها تعاونكم. محمود امير غادي يتفهم الوضع ديالكم وغادي حتى هو يساعدكم. قالت ليه احنا ما كنطلبوش وما محتاجينش فلوس من عند حتى شي واحد. قال ليها انت غير ما فهمتينيش، انا قصدت لك يعني الحاله الماديه ديالكم الا كانت صعيبه غادي يكونوا بزاف ديال الحلول. قالت ليه واش كتظن باللي الغنى هو الغنى ديال الفلوس؟ قال ليها انا كنتاسف الا جاوزت الحدود ديالي. ومن بعد غادي تقول لي شنو كنتي باغي تعرف على ميسون. قال ليها انا حاس بك باللي باغيه تهضري في موضوع بالزربه وتمشي. ناضو قال ليها انا مستعد نتحمل العقوبه ديالك، نقدر انني نوقف على رجل وحده. وهي طلب منه باش يجلس وهي حشمانه. سكينه غادي تمشي لعند الياس اللي غادي يكون جالس حدا القبر ديال يوسف. كانت غادي تعفط فوق القبر وهو يدفعها وقال ليها ما تعفطيش هنا. وقالت لي سكينه انا فرحت لميسون ملي لقات باباها الحقيقي. وقالت ليه كنشوف هاد الايام الضيوف ديالكم كثروا، بغيت نسولك على هذاك الراجل الكبير اللي جاي يسول عليكم ملي كنتو في السوق. وهو راه سولني وصفتو عند بهار البلاصه اللي خدامه فيها، وملي سمع سميت بهار عينيه بداو كيلمعوا وبقى غير كيبكي. وهنا قطعتهم نورهان وقالت لسكينه مرحبا بك جارتي. وردت سكينه انا جيت غير نبارك ليكم. وقالت نورهان الياس ما كتشوفوا راه عيان بزاف حيتاش ميسون غتمشي وتخلينا وكيبقى يبكي الليل والنهار. وهي تسولها سكينه على داك الراجل. قالت ليها ياك سولتيني ديك المره وقلت لك راه من المعارف ديال الياس. وقالت ليها سكينه ولكن بنتك ميسون قالت بلي كيمشي عند بهار تعطيه ياكل. وقالت ليها نورهان وميسون اش ما عارفه، هي راه ما كتعرف حتى حاجه. وردت سكينه واش بصح؟ قالت ليها واش انت دابا كتحاسبي معايا شكون جا عندي وشكون ما جاش؟ سكينه مشات ونورهان بقات غير كتشوف الياس واللي ما بقاش عادي. وقالت ليه هي راه جات غير باش تجر لك لسانك، انا شفتها كيفاش كتسولك. من بعد الياس مشى وخلاها. وقالت لي واش غادي القهوه؟ ما جاوبهاش. نورهان بقات كتقول شنو قال هذاك الراجل بهار، انا كاع ما سولتها. ونرجعوا عند بهار اللي مازال كتهضر مع انيس. وقالت ليه ميسون الا حطات شي حاجه في راسها صعيب انها تغيرها، هي واحد الانسانه اللي عنيده. وقال ليها ما نقدرش نوعدك ولكن غادي نحاول انني نقنعها ونخليها تشوف الاب ديالها. قال ليها شكرا لك. ومن بعد الام ديالها غادي تتصل بها وقالت ليها واش تكلمتي مع هذاك الراجل يعني انيس؟ قالت ليها حنا كنتكلموا بخصوص ميسون والاب ديالها محمود امير. انيس من بعد سولها قال ليها واش كتثقي في الاخت ديالك ميسون؟ قالت ليه اكيد. قال ليها واخا تغلط معاك قالت ليه هي راه ما عمرها ديرها حيت هي الاخت ديالي. من بعد قالت ليها انا تعطلت خاصني نمشي. وغادي نمشيو عند ميسون اللي رجعات للدار عند الام ديالها. والام ديالها قالت ليها على كل شيء وقالت ليها الاخت ديالك مشات تلاقات مع انيس باغيين يسولوا عليك. وحتى هي قالت ليها بانها شافت الاب ديالها غادي اتجاه بهار. نوران خافت قالت ليها ياك ما غادي عند الاخت ديالك بهار المطعم باش يقول ليها الحقيقه. ناضوا مشيو كيجريو وفي نفس الوقت غادي نشوفوا بهار اللي وصل لها انيس للمطعم. وايمن كان كيتسناها وهو يشوفها مع انيس بقى كيغوت عليها وقال ليها شكون هذا الراجل اللي جايه معاه. في واحد اللحظه بهار شافت الاب ديالها قالت ليه بابا ما كنتش عارفه انك غادي تجي. وقالت ليه اجي دخل تشرب اتاي. وقال ليها سامحي لي يا بنتي انا غلطت في حقك بزاف. قالت لي على اين غلط كتكلم. قال ليها ما عندناش الحق نديرو فيك هاد الشيء. طلبت منه باش يجلس يلا باغي يقول لها الحقيقه. وهي توصل نورهان وبدات كتغوت قالت لي فين كنتي؟ خفنا عليك بزاف انا وميسون ولا جيتي لهنا؟ بهار قالت ليها بابا جا باش يقول لي شي حاجه وانت علاش جيتي؟ وقالت نورهان ليها واش قال لك شي حاجه؟ الياس ما قدرش خاف من الزوجه ديالو. ونمشيو عند الزوجه ديال محمود امير اللي كتحس بالزوج ديالها بعيد عليها. قالت ليه اشنو بغيتي ندير على قبلك؟ قال ليها انا كندوز من واحد الفتره اللي صعيبه حاولي تفهميني.
قالت ليه ما تبقاش تبعد عليا عافاك. طلب منها ما تبقاش تبكي وتعطيه شويه ديال الوقت، وهو يمشي وهي تدخل القصر. مع دخلات شافتها دنيا وعيطات ليها جوليا، ولكن جوليا مشات لبيتها وهي كتبكي. وهي تمشي دنيا عند بنتها وراجلها، وهي تقول لهم بلي دنيا عيات غير بالبكا، وهو يرد عليها الزوج ديالها الذنوب خوك اللي دار فيها كي بحال هكذا، وكيستغرب علاش هاد ميسون ما بغاش تجي. وهي تقول ليه بلا ما تفرح بالموضوع، وهو يقول لها اصلا واخا ما تبغيش هما اصلا عائله فقيره ما غاديش يتنازلوا. وهي تقول ليه باللي غادي يتنازلوا ويرجعوا لحياتهم العاديه. وهو يقول لها واحد النهار غادي يولي الحق ديال البنت في الشركه. وهي تقول ليه دنيا على قبل داكشي بغيت ندير DNA، وهي تجي امها وقالت ليها راه مازال الحال على DNA كلشي بوقته. وقلت دنيا احنا ما عندناش الوقت باش بغيتي حتى تجي البنت تعيش معنا. وقالت امها انتي راكي عارفه الطبع ديال خوك علاش كتبقى تستفزيه دابا. وقالت دنيا امي يلاه غتعرفي انتي تمنيتي ويكون عنده بنت ولا ولدها هو طرا اللي بغيتي، دابا كلشي ولا ديالها، القصار الشركات الفيلا شنو غادي ديري دابا. وقالت ليها الام ديالها بلا ما تكذبي ونرجعوا عند بهار اللي ملي رجعت للدار سولاتها نورها شنو اللي هضرتوا فيه انتي والراجل. ولكن بهار قالت ليها بلي قلت لي في التليفون، وهي تقول نورهان هضرة التليفون ما فهمت فيها والو. وهي تعاود ليها كلشي وبلي الموضوع كامل على ميسون. وغنختموا الحلقه بمحمود امير اللي جالس مهمون قدام البحر. وكنتمنى ملي بقى حتى لهنايا يخلي شي كومونتير زوين ولايك.